الإخوة المغاربة السلام عليكم. في هاد لا فيديو هادي غادي تكون قصيرة، وفي هاد لا فيديو غادي يكون رد على الإخوان الريفيين اللي كيراسلوني يوميا. وصراحة اليوم جاوني بزاف ديال لا كيسيون، مجموعة ديال الأسئلة، ويعني اللي جمعتهم وكيشملوا سؤال يعني جينيرال، هو اشنو دار لكم الزفزافي؟ بليتو انا ما اشنو دار لي انا هذاك الشيء اللي دار لي انا راه داروا المغاربه كاملين، يعني مس في الكرامه والخيانه والعماله وبزاف د الحوايج. الاخوان غادي نفسر لكم واحد النقطه اللي مهمه جدا 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 اللي خصكم تعرفوها، اللي ربما الاغلبيه ديال الاخوان الريفيين ما فاهمينهاش وما باغيش يفهموها، ما باغينش يفهموا. يعني نتوما في الاصل كتشوفوا هاد الزفزافي هذا كانسان مغربي مناضل من ولد الحسيمه اللي هاز المشعل ديال القضيه، يعني الريفيه. حتى لدابا كلشي مزيان بالنسبه لكم، هادشي نتوما راه واضح يعني واضح وضوح القمر. هاد السيد راه كلين، ما عنده والو، انسان نزيه كما كتقولوا كما كتدعيو نتوما. ولكن ما عارفينش بان الزفزافي الا جيتو غير تقلبوا شويه، هادشي ربما ما غيبانش لكم نتوما. علاش؟ لانكم ماشي في الميدان. وكيخرج انسان كيطبل لكم، هاز ميكرو، كيلعب فيكم كما بغيتو، وانتم تابعينه. يعني شويه عقليه القطيع. مي اش غنقول لكم، الله يحسن العوان، ما عارفينش. الدور ديالي في هذا الفيديو هو غنفسر لكم شويه اشنو كان طاري واشنو طاري واشنو غادي يطرا. القضيه ديال الزفزافي هي قضيه مخدومه، يعني مخدومه اونكادري. يعني الناس اللي خدموا مع الزفزافي هذاك الشيء كان غادي في واحد الطريق. لولا الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى لكان المغرب غادي يمشي في واحد المسيره ديال الاحتجاجات اللي كانت غتعم المغرب كامل، وكان المغرب غيدخل في واحد الفوضى. والمغرب كيتربصوا به 4 دول اللي كيتسناو المغرب غير لوكازيون فين يطيح المغرب. والهدف ديالهم من هادشي كامل هو النيل من المملكة المغربية. الإخوان، نزيدكم على الثاني. هاد الزبزافي هذا تلقى واحد التكوين شبه ثوري من طرف متطرفين إسبانيين وجزائريين وإسرائيليين مغاربة، وشافوه يعني رفقة بعض الأشخاص اللي عندهم أجندة سياسية معادية للمغرب. الكل كيعرف بأن المغرب مؤخرا ولا مستهدف. علاش المغرب بالضبط؟ إلا جيت نشرح، ربما أنا ما غاديش نجي نفسر لكم، راكم عارفين شنو كاين. المغرب مستهدف. المغرب ما خلاو مين يدخلوا ليه، ما خلاو مين يدوزوا ليه. ما لقاو عديد الضمائر اللي باعوا الضمير ديالهم، يعني رخيص فريمون رخيص. يعني مثال، يعني العميل الزفزافي وبعض العملاء اللي معاه اللي تلقاو مبالغ مالية طائلة. فكيف بإنسان لا يشتغل، ما خدام، ما ردام، يعني والمبالغ اللي كتنزل عليه من الخارج هي مبالغ هائلة. وبالدليل الإخوان، مبالغ مالية طائلة اللي كتجيه الاسم ديالو عن طريق سواء المانيغرام ولا الويستر يونيون. دونك هادو الطرق اللي جاب المال من عند أناس اللي كاينين في الخارج، واللي الهدف ديالهم هما النيل من الوحدة الترابية. دو ان، دو باغي يدخلوا المغرب بواحد الدوامة ديال الصراعات. دو تخوا، باغيين المغرب فريمون يتفسن. علاش؟ لانه هادشي كيصب في المصالح ديالهم هما. الوغ الحمد لله بالفعل، يعني كما كيقولوا رضا الوالدين راه غتسمع هذا بالنسبه لي انا، لان الحمد لله يعني الشعب فاق. الشعب فاق. وانا كان من هذا المنبر كنشكر الاخوه الريفيين اللي عاودوا راسلوني، وفريمون حتى هما كانوا عارفين شنو كاين. بعض الاخوه اش نقول لكم، يعني دي ميساج اللي نقدر نوريهم لكم، يعني ناس اللي في الحسيمه اللي يعني عندهم واحد لا فالور يعني سوسيال. قال لك ودي حنا ملي شفنا الاحتجاجات في الاول شمينا شي حاجه ماشي هي هذيك،
وبالاخص ملي الزفزافي ولا كيهضر معاهم بالريفيه وكيقول لهم ما تهزوش الرايات ديال المغرب، ما تهزوش الرايه ديال المستعمر. الوغ الناس ولاو كيبوزيو دي كيسيون، كيفاش هذا المستعمر، علاش كيهضر؟ سولوه شي اناس قالوا لي واش كتهضر على الاسبان المستعمر ولا على من؟ قال لهم نو، الرايه ديال المخزنيه ما تهزوهاش. كيف يعقل يا اخواني، يعني الريفيين، ان ريفي مغربي يعني باش تنوض يعني بلا حشمه بلا حياه وكتقول لهم ما تهزوش الرايه المغربيه، هذيك الرايه المغربيه انت اللي كتدلل فيها، راه طاحوا عليها، يعني راه دماء سالت على قبل ديك الرايه، باش يجي زنديق يعني جاهل اللي ما عارف يعني حتى الافكار ديالو يعني متناقضه، يعني والحمد لله ربي عمى لي البصيره، والحمد لله يعني ربي بينوا على الحقيقه ديالو. يجي يقول لك بان الاستعمار الاسباني ارحم من المغربي، وقدامك كيقولها، قدامك كيقولها، قال لك قدام هذا الكلب هذا، قدام هذا الشخص هذا اللي كيقول ليه جوزي لوي نافازو، راه كاينين شي صور نيت معاه هوايا. دونك هاد السيد هذا كان عنده اطماع، وكان كيوصل يعني الميساج طرف هاد السيد هذا، ولكن ما عرفش بان الكيلفين كيلينغ بانه راه كان كيحفر يعني قبر، ولا كان كيدق يعني مسمار في النعش ديالو. ولكن الحمد لله ربي فتحو، الحمد لله ربي فضح الخائن اللوطي. اخوان الاخوات خوتي ريافه، راه من هذا المنبر شنو نقول لكم، حنا راه المغاربه، حنا مغاربه كاملين مغاربه، الدم ديال القضيه الوطنيه وديال الوطن كيسري في الدم ديالنا. انا راه ما كايناش شي حاجه اللي كتدفعني يعني ندير لي فيديو ونهضر على المغرب وكتخليني متشبت بالبلاد ديالي من غير الوطنيه اللي فيا. انا ما خدام مع حتى شي واحد، وما كنعرف ما كنعرف حتى شي واحد، وكنهضر غير دو لوين، عن بعد. كناخذ من الوقت ديالي يعني، وديما افكاري متشتته يعني ديما في المغرب وفي اشنو طاري في المغرب. يا اخوان حنا بغينا نغيروا الحقائق. المغرب غادي في طور النمو بشويه بشويه. اي دوله في العالم راه الاصلاح ما كاينش بدقه واحده. راه الا جينا نهضروا على الاصلاح يعني كاصلاح يعني شامل، راه ما كاينش شي اصلاح شامل كينزل على شي دوله من دول العالم الثالث وبين عشيه وضحاها غادي يطيح كل شيء من السماء. نو، هذاك الشيء كيجي بشوي بشوي. الا كنتو كتهضروا على الاصلاح الشامل اللي نتوما باغينه يعني كمعجزه، راه كونوا على يقين تام بان كاينين واحد الهفوات اللي تقدر توصلكم لشي حوايج يعني اللي لا تحمد عقباها. سوريا، نهار ناضت في سوريا خرج الشعب كامل. دابا انا متاكد بان الهضره اللي كنقول راه كتسيل اللعاب ديال بعض الخونه اللي ما كرهوش. ودابا الغريب في الامر اللي الاخوان اللي خصكم تفهموا بان لا بليبار ديال الناس اللي كيدفعوا هاد الكلاب الضاله هادو كيطبلوا كيغيطوا، ما تنسوش بانهم راه ما عايشينش في المغرب، ولو واحد 30% اللي عايشه في المغرب بانهم عندهم جوازات سفر اجنبيه. نهار تنوض في المغرب غيجمع ساكو، غيجمع باليستو، يهز وليداتو والسلام عليكم. الو شكون غياكل العصا؟ نتوما اللي غتاكلوا العصا الاخوان. الزفزافي الكلب العميل الصهيوني الجزائري ما خلاها يعني في المغاربه يعني حتى شي غرام ديال لو ريسبي. كيهضر على الدعاره، كيهضر على المغربيات، كيهضر على المغربيات اللي في الامارات. هو نسى بان اسبانيا شكون فيها، شكون معمر اسبانيا. يعني السيد هذا عنده واحد الحقد، عنده واحد العقده، ولكن الحمد لله ربي عماه. والاخوان ديال الريف من هذا المنبر عاوتاني كنأكد عليكم، راه لا داعي للتخريب ولا داعي يعني اللي راه الا بغيتو تزيدوا لقدام وبغيتو تحافظوا على السير ديال المسيره ديالكم اللي تبقى دائما سلميه كما كدعوا نتوما، خليكم ترونكيل وفكروا بالعقل وبالتي هي احسن. اما الا جيتوا العنف، راه العنف ما كيولد غير العنف الاخوان. وما تنسوش بان راه ما عندناش شي عقده مع الريف، ما عندناش الحمد لله. الريف راه خوتنا، راه حنا كاملين مغاربه. راه ملي كنتلاقى مع ريفي وكنقول ليه السلام عليكم كيقول لي عليكم السلام. ملي كنتلاقى مع ريفي وكنبدا نهضر مع بالدارجه، اوني دي ماروكان مغاربه كتجمعنا رايه وحده، وما كايناش شي حاجه كتفرق بيناتنا. الور ما تخلوش يجي خائن عميل
اقسم لكم يمينا الزفزافي عامل الاخوان. ومازال ان شاء الله غادي نوريكم الدليل، غنوريكم شي صور وغنوريكم دي ميساج، شي حوايج اللي غادي فريمون غادي تصدموا. الله يجازيكم بخير، غير بالعقل. اوليو باش نوض انا نبدا نهرس ونبدا نضرب في رجل الامن، بالعكس نحميه، انا نحمي رجل الامن. راه الاخوان الطريق اللي غاديين فيها راه ما غتوصلكم حتى شي حاجه، ما غتوصلكم حتى شي نتيجه نهائيا ابار الخراب والدمار. الا بغيتي ترجعوا واحد ثاني، الا بغيتي ترجعوا 200 عام اون اغيير ويعود شي كيقتل في شي، راه والله العلي القسم تتندموا عليها. سوف تندمون. خلى القذافي يوم لا ينفع الندم. الو الاخوان خليكم، وكنقول لكم بحنا كاملين مغاربه وكاملين هازين، يعني الروح ديال الوطنيه هي اللي كتخلينا كنهضروا، والروح ديال الوطنيه هي اللي كتخلي، يعني كتولد فيك واحد الغيره وواحد الحقد على الاوباش اللي باغيين في المغرب، واللي باغيين يدمروا المغرب، واللي باغيين يوصلوا المغرب يعني وانا بغيت غنفهم واحد القضيه. هاد الحراك ديال الريف كان غادي في سلام من النهار اللي تخليه المهداوي. الا لاحظتوا انا غير كملاحظ كنشوف القاضي محمد قنديل، النهار اللي تلاقى معاه المهداوي يومين من بعد القنديل تعتقل، راه في فرنسا، راه مشى كأن شيئا لم يكن. محمد الهيني النهار اللي تلاقى مع موقع بديل، سي فيني بور الهيني. النهار اللي النهار اللي حميد المهداوي جا للريف، هادي شي 4 جوغ، لو لوندوما ابخي ناضت في الريف. ومن هذا المنبر كنقول الاخ المهداوي بلا ما تركب على هذا الحراك، راه كل شي باين، راه كل شي باين. لا نركع الريف لا يركع، الرايه ديال المغرب ما كتهش. وكيقول لك بان الاستعمار الاسباني ارحم من المغربي، وكنلقاك انت راسك كي تاع الحمار واقف معاهم وكتساند فيهم. يا اخي اسمح لي، راه المشكله الا جينا نهضروا في لو فون ديال هادشي كامل كنلقاو بان الخطا الثاني منا حنايا، والخطا الثاني من يعني تعطات الديمقراطيه ببلاغه. الناس ديال دول العالم الثالث اللي منهم انا ومنهم انت ومنهم انتي، حنا ماشي ديال الديمقراطيه. كونوا على يقين اخوان. الو بلا ما نطول عليكم 12 دقيقه هذه، كنقول لكم تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعاش المغرب وعاش الملك. تشاو.